السلام عليكم ورحمة الله من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. محاضرة لتعزيز الوعي بشأن إدارة الأراضي والمياه والبيئة. تنظيم أنشطة توعية لمكافحة مرض الإيدز. مكافحة الجراد الصحراوي في السهول الساحلية الشاسعة في إقليم شمال البحر الأحمر. قوات حفظ السلام تنسحب من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كوريا الشمالية تلقي الاتفاق العسكري مع سول مع تصاعد التوترات. الهند تختبر بنجاح صاروخ باروماس من المدمرة إنفال. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت يومي 21 و22 من نوفمبر في برونتو حاضرة إقليم القاشبركة محاضرة تهدف إلى تعزيز معارف الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل عام واستخدام الأراضي والمياه والبيئة بشكل خاص لضمان استدامة جميع الموارد والتعريف بالتسجيل القانوني للأشياء غير المنقولة المبنية على الأراضي. وناقشت المحاضرة التي نظمتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة الوضع البيئي على المستويين الوطني والإقليمي وإعلان المبادئ التوجيهية لإدارة حماية البيئة ومعالجتها وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية وتوجيهات إدارة النفايات وإنشاء وإدارة المحميات. وتم تقديم عرض شامل حول موضوعات إعلان المياه وإعلان الأراضي والإشعار القانوني بالإضافة إلى أهمية التسجيل المساحي والمبدئي التوجيهية وفقا للتفسير المبني على الإعلانات والقوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحالة الراهنة للبيئة والموارد الطبيعية. غزة تحدث ممارسات بعلم أو بغير علم يمكن أن تسبب تأثيرا سلبيا خطيرا على البيئة. ينبغي دفع برامج الحملات لرفع مستوى الوعي العام حول الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهمية البيئة للحد منها. وقال المسؤولون وغيرهم من المهنيين أن الاستخدام الفاعل للأراضي والمياه والبيئة هو واجب لا غنى عنه لكل مواطن. وشددوا بأن التكامل المؤسسي والقطاعي جميعها في موضوع إدارة الأراضي ومنافع الأرض والمياه والبيئة يمنحها الأولوية للتخفيف من حدة المشاكل. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري أن قضية الحفاظ على البيئة وإدارة النفايات لم تؤخذ على محمل الجد في الإقليم، كما أن تخصيص الأراضي الزراعية كان احتياليا وغير متحكما فيه. وقال أنه نتيجة لذلك يتم اتخاذ مبادرات للتخفيف من التأثير السلبي على البيئة وسيتم إعطاء الأولوية لتعزيزها. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي قبر السلاسي أن ضمان السلامة البيئية واجب مدني عميق يرتبط بالوفاء بإرث الشهداء، وأن إدارة الموارد مجال يحتاج إلى حكمة ومهارات عالية لارتباطه باستمرارية الأجيال. ولقد وضعت خطة تأخذ في الاعتبار جميع الكوارث الطبيعية والكوارث التي تتم من صنع الإنسان وعمليات النزوح المحتملة، وجعلت الوقت مناسبا لاتخاذ إجراءات مدروسة وعملية. ودعا المشاركون إلى إيجاد آليات حلول جذرية من ضمنها التأخير في تخصيص الأراضي أصبح ذريعة لانتهاكات القانون ووضع شروط تساهم في التخلص من المياه الجوفية وتحسين إدارة إمدادات المياه في القرى والحد من إزالة الغابات وإيجاد طاقة بديلة والحد من إزالة الغابات لأغراض الزراعة ولا سيما مراقبة أنشطة المآرب والورش المنشأة في الفناء الطلق. نظمت أنشطة توعية في 7 مديريات في إقليم عنسبة حول مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز وخفض الإصابة إلى أدنى مستوى. تناولت أنشطة التوعية المنظمة من بداية شهر أكتوبر الماضي أسباب وتأثير مرض الإيدز وأساليب المكافحة ومخاطر الاتصال الجنسي غير الآمن ورفع الوعي ودوره ومساهمة الشركاء. كما قدم أعضاء جمعية بده في إقليم عنسبة توضيحا بشأن تأطير المصابين وأهدافه والانعزال
وتأثيره والرعاية والعناية بالنظر إلى الوئام الذي تخلقه في المجتمع وغيرها. وذكر المشاركون في اجتماعات التوعية بأن المحاضرات المقدمة تفيد في أنشطتهم اليومية وضمان صحتهم ومستقبلهم. صرحت وزارة الزراعة عن انتشار الجراد الصحراوي في أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية بإقليم شمال البحر الأحمر هذا العام نتيجة أوضاع المناخ في البلاد والمنطقة. وقال السيد إفريم أرون نائب مسؤول وحدة مكافحة الآفات بالوزارة أن أعضاء اللجنة العليا لمكافحة الجراد الصحراوي قاموا بالتعاون مع كبار الخبراء والمسؤولين في إقليم شمال البحر الأحمر بدوريات واسعة النطاق في البلاد. وبالإضافة إلى الجراد المحلي هنالك ظواهر كثيرة من أسراب الجراد في البلدان المجاورة، ومع ظروف المناخية الملائمة انتشر من دول المجوار إلى مناطق قارورة وقلعلو. وأضاف سيدي فريم أن الجراد الصحراوي يتكاثر في المناطق غير المأهولة مما يجعل الأمر أكثر صعوبة، مضيفا أنه يتم إجراء أعمال مكافحة واسعة النطاق في 3 نقاط تفتيش تم إنشاؤها سابقا، وهي قادم حليب ومهمة وشعب. وقال أن أعمال المكافحة واسعة النطاق جارية وتمت السيطرة على أكثر من 1200 هكتار حتى الآن. وذكر أن المزارع توجد في حالة جيدة بسبب هطول الأمطار المستمرة، وأشار إلى أن وزارة الزراعة اتخذت الترتيبات اللازمة للسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي. وذكر الشعب والإدارات والجيش بأن يقوموا بدورهم كالمعتاد. نظم اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية في مديرية دكم حرة بالإقليم الجنوبي. وفي حديثه في حفل أقيم يوم 22 من نوفمبر قال المدير الطبي لمستشفى دكم حرة الدكتور يوسف أمينة أنه إذا استمر الاستخدام غير العقلاني للمضادات الحيوية بحلول العام 2050 فإن الوفيات الناجمة عن البكتيريا المقاومة في إفريقيا وآسيا ستكون أعلى من تلك الناجمة عن السرطان، وذلك بحسب التقارير الصحة العالمية. وقال أن الخطط جارية لإجراء حملات منظمة بشكل أفضل تحت شعار فلنقاوم المضادات الحيوية. وألقى خبراء صحيون من مستشفى دكم حرة وآخرون مدعوون محاضرات في ذلك اليوم. وحث مديرية دكم حرة السيد يمن أبر المواطنين على متابعة المحاضرات والنصائح المهنية، لأن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية أمر خطير. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في كرم توزيع المواد التعليمية ل 240 طالبا محتاجا حددتهم الإدارة. وقال رئيس مكتب سي سلومون محاري أن الهدف من هذا الدعم هو منع الأطفال من مقاطعة لمقاعد الدراسة الأكاديمية بسبب الصعوبات الاقتصادية. وأضاف السيد سلومون أنه تم في وقت سابق تقديم تبرعات بقيمة 30,000 نقفة ل10 طلاب محتاجين بمبادرات فردية، وتم منح إعفاء تسجيل لأكثر من 250 طالبا من خلال التنسيق مع مكاتب التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وقع وزير خارجية الكونغو ورئيس البعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو اتفاقا لإنهاء وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد أكثر من عقدين من الوجود في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وقال وزير خارجية الكونغو للتلفزيون الوطني أن الحفل يمثل نهاية التعاون الذي أثبت حدوده في سياق حرب دائمة دون استعادة السلام المنشود في شرق الكونغو. وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، دعا الرئيس الكونغولي إلى تسريع انسحاب قوات حفظ السلام البالغ عددها 15,000 جندي. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال للكونغرس
أن الانسحاب المرحلي لبعثة الأمم المتحدة يجب أن يكون مسؤولا ومستداما. وبينما لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد، يقول المراقبون أنه من غير المرجح تسريع الانسحاب قبل اكتمال الدورة الانتخابية الحالية. أعلنت كوريا الشمالية أنها ستلقي حزمة من إجراءات بناء الثقة العسكرية مع كوريا الجنوبية، مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونغ يانغ الناجح لأول قمر اصطناعي للتجسس العسكري. وتم تصميم الاتفاقية العسكرية الشاملة بين الكوريتين التي تم التوصل إليها في العام 2018 من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون ورئيس كوريا الجنوبية آنذاك مون جاي، خلال الفترة من الدبلوماسية المكثفة لتقليل التوترات العسكرية على طول حدود الخصمين التاريخيين. لكن الاتفاق تعرض لضغوط متزايدة من إحراز كوريا الشمالية تقدما لها والتي فيه في برامجها للأسلحة النووية، في حين كثفت كوريا الجنوبية التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة واليابان. وبعد إطلاق بيونغ يانغ الناجح لقمر استطلاع عسكري، أعلنت سيول أنها ستعلق جزءا من اتفاق 2018 وستستأنف عمليات المراقبة بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. ودفعت هذه الخطوة بيونغ يانغ إلى إعلان أنها ستتخلى عن الاتفاقية تماما. قالت القيادة الغربية للبحرية الهندية أنها أجرت اختبار إطلاق ناجح لصاروخ كروز من المدمرة إنفال التي تم تشغيلها مؤخرا. وجاء في بيان القيادة البحرية أحدث مدمرة هندية الصنع تحمل صواريخا موجهة كان أداؤها مثاليا في أول اختبار إطلاق لصاروخ طويل المدى من سفينة لم يتم إدخالها رسميا إلى الخدمة بعد، مما يؤكد التركيز المستمر على الحفاظ على الاستعداد القتالي. وتقوم شركة وهي مشروع هندي روسي مشترك بتصنيع صواريخ كروز الفرط الصوتية التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية. لقى شخصان مصرعهم إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نيغارا. وقالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن القتيلين كانا داخل السيارة لحظة انفجارها الذي وقع على الجانب الأمريكي من جسر رينوب الحدودي. وتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترويد أمام البرلمان عن وضع خطير للغاية من دون أن يوضح ما إذا كانت الخيوط الأولى تشير إلى عمل إرهابي أو مجرد حادث. وأعلن ترويد في أعقاب الانفجار إغلاق 4 معابر حدودية بين كندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتخاذ بلاده تدابير أمنية مشددة. وذكرت وكالة الأنباء الكندية أن 3 معابر أعيد فتحها من 4. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. محاضرة لتعزيز الوعي بشأن إدارة الأراضي والمياه والبيئة. تنظيم أنشطة توعية لمكافحة مرض الإيدز في إقليم عنسبة. مكافحة الجراد الصحراوي في السهول الساحلية الشاسعة بشمال البحر الأحمر. قوات حفظ السلام تنسحب من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كوريا الشمالية تلقي الاتفاق العسكري مع سول مع تصاعد التوترات. الهند تختبر بنجاح صاروخ بارماس من المدمرة انفيل. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.